السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ايه ده؟ ايه الدم ده؟ ده اللي حصل معايا اول ما دخلت البلكونة الصبح عشان خاطر اكل عصافير، وهوب لقيت المفاجأة اللي قدامي دي. دم على العصاية بتاعة العش. طب الدم ده من ايه؟ اكيد حد متعور. فتحت العش وقلت اشوف في ايه. اتاري نتاية معوره نتايه وجايبه اخرها. يعني انا قلت ايه في الاول لما شفت المنظر ده؟ قلت لا لا لا، ده اكيد فار دخل عليهم، حاجه دخلت عليهم عورتهم وموتتهم. فطبعا بالتفكير كده قلت لا، ده السلوك عندي ضيقه قوي، ازاي فار دخل؟ مش يمكن، لا يمكن يكون فار دخل. افتح العش ابص الاقي من جوه البيض متغرق دم، وهم كانوا جوز عندي كانوا صغيرين وكبروا، وعلقت لهم العش. وقلت اسيبهم بقى، والحمد لله باين عليهم ذكر وانتايه. ولقيت البيض، قلت بعد 3 4 ايام هكشف على البيض واشوف. 4 5 ايام كده والبيض بقى يبان بقى ان هو يعني لو عمران يبقى هما ذكر وانتايه، لو مش عمران يبقى انتايتين. لكن ما لحقتش ال5 ايام يعدوا. بصيت لقيت المذبحه دي. ايه المذبحه بقى ديت؟ ان النتايه مش عايزه النتايه التانيه تخش العش، فتعمل فيها ايه؟ اهو زي ما حضراتكم شايفين كده، موتها من الضرب، معوره راسها ومعوره رجلها. طبعا خدتها واطمنت الاول على رجلها، تكون قطع مثلا صباع من صوابعها ولا حاجه. قلت لقيت الحمد لله الصوابع سليمه، ويعني اهو كويسه شويه. بدات افصلها وحطيت لها الميه والاكل وروقتها، ورحت رايح الشغل. ولكن قدر الله ما شاء فعل، رجعت لقيت العصفوره الجميله الحلوه دي، الاورنج اوبلاين الروز ديت، ميته. الحمد لله، نحمد ربنا، الحمد لله. ولكن طبعا هنا الواحد يعني يتعلم ايه؟ ان لما يكون عندك ذكرين او نتايتين اوعى تسيبهم مع بعض، وتخلي بالك من الحته دي كويس قوي، لان الروز على فكره عنيف جدا وشرس قوي. النوتي لما يعني ممكن نتايه تموت ذكر مش عايزاه، مش متولفه عليه، وتموت نتايه علشان خاطر منعها ان هي تدخل العيش زي ما احنا شفنا كده. طبعا الموضوع كان ضايقني الصبح اول ما قمت كده ودخلت البلكونه عشان اكلهم، ولقيت المنظر ده. فطبعا يعني حاجه بتضايق. والواحد بقى بيتعلم وبنشوف كتير احنا من العصافير. طول ما انت بتربي في عصافير بتلاقي حاجات من دي كتير، واكيد بتتعلم منها. بشكركم، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. كان معكم اخوكم احمد عاطف، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.